period 3 بتحكي عن present continuous المضارع المستمر. احنا المضارع المستمر عملنا له شرح خاص في القناة، فبالتالي أنا راح أضيف شرح المضارع المستمر، بعديها راح نرجع للدرس عشان نحل الأسئلة. الشرح موجود منفصل لحاله، الآن راح أحط الشرح بعديها راح نرجع للأسئلة. الصيغة أو الشكل للpresent continuous I plus am plus verb plus ing. he و she و it or any singular noun plus is plus verb plus ing. you, we و they or any plural noun plus are plus verb plus ing. keywords أو الكلمات الدالة now, at the moment, still, nowadays, listen, look, today, right now, be careful. الاستخدام ليش نستخدم present continuous؟ نستخدم المضارع المستمر للتعبير عن أحداث تحدث الآن وقت الكلام. Look guys, he is playing football. انظروا يا شباب إنه يلعب كرة القدم. نلاحظ إنه الحدث لعب كرة القدم يحدث في الوقت الحالي، أي عند التكلم. استخدام آخر مع أمور الطقس والأمور المتغيرة والأسعار. مثال It is getting too cold here. المكان يزداد برودة هنا. أيضا الحدث هنا يحدث في وقت التكلم، أي أن المكان يزداد برودة الآن. استخدام آخر مع خطط مستقبلية وأمور مخطط لها كالزواج أو السفر. مثال I am traveling this Wednesday. إني مسافر هذا الأربعاء. نلاحظ إنه الجملة هذه بتدل على حدث سوف يحدث في المستقبل، وهو حدث السفر. I am traveling this Wednesday. ومع ذلك نستخدم هنا present continuous وليس future للدلالة على المستقبل، لأن السفر هو أمر مخطط له. النفي صيغة النفي I plus am plus not plus verb plus ing. he and she and it or any singular noun plus is plus not plus verb plus ing. you or we or they plus plural noun plus are plus not plus verb plus ing. أي بنضيف أداة النفي not بعد الفعل المساعد am أو is أو are. مثال he is not playing football or he isn't playing football. مثال they are not playing cards or they aren't playing cards. yes or no question. خطوات عمل السؤال: أولا نحدد الفعل المساعد am أو is أو are. ثانيا نحدد الفاعل. ثالثا نعمل مقص بين الفعل والفاعل. رابعا نكمل الجملة كما هي. خامسا نضع علامة استفهام. مثال he is traveling this weekend. نلاحظ احنا انه الفعل is في هذه الجملة هو فعل مساعد وليس فعل أصلي، لأن الفعل الأصلي هو travel يسافر. فبالتالي بما انه موجود فعل مساعد في الجملة، فأنا مش محتاج اني اجيب فعل مساعد عشان اعمل سؤال. فبالتالي كل ما علي اني ابدل بين الفعل المساعد والفاعل. he is traveling this weekend. is he traveling this weekend؟ الإجابة طبعا yes or no، بالإضافة إلى الفاعل ثم الفاعل المساعد المناسب للفاعل. WH question. طبعا أدوات WH question موجودة زي ما أنتم شايفين. صيغة السؤال في WH question في present continuous: أولا أداة السؤال WH question، ثم الفعل المساعد am أو is أو are، ثم الفاعل ثم الفعل ثم تكملة الجملة. She is sleeping right now. What is she doing right now؟ طبعا زي ما بتلاحظوا أولا بدينا في أداة السؤال اللي هي what، ثم الفعل المساعد is لأنه الفاعل she، ثم الفاعل she، ثم الفعل doing طبعا مع ال ing، ثم تكملة الجملة right now. موضوع مهم في present continuous هو stated verbs أو non-action verbs. في بعض الأفعال ما بتأتي بالزمن المستمر أي present continuous لأنها تصف حالة وليس حدث. مثل
طبعا عندي الأفعال like, love, hate, prefer, remember, recognize, want, suppose, understand, seem, agree, think, know, mean, have, believe, realize, look. طبعا زي ما بنلاحظ هذه الأفعال كلها بتعبر عن حالة، ما بتعبرش عن فعل. مثلا التذكر هو حالة وليس فعل، فبالتالي أنا لما بتذكر إشي أنا بسويش فعل عشان أتذكر، فبالتالي الأفعال كلها اللي موجودة عندي هي بتعبر عن حالات وليس أحداث، فبالتالي هذه الأفعال لا تأتي مع ال present continuous، أي لا تأتي في الزمن المستمر. مثال She looks very beautiful. لاحظوا أنه زمن الجملة هو الآن، أي أنها تبدو جميلة الآن، ولكن look لا يأتي بصيغة ال present continuous، لا يأتي في الزمن المستمر، فبالتالي من الخطأ أن نقول she is looking very beautiful حتى لو كانت تبدو الآن جميلة، ولكن لا نستطيع أن نأتي بالفعل look في ال present continuous لأنه من أفعال stative verbs. Oh, I remember him now. لاحظوا أنه عندي كلمة now وهي كلمة من الكي ووردز الدالة على present continuous، ولكن الفعل remember أتى بصيغة present simple وليس present continuous، لأن الفعل remember من stative verbs والتي لا يمكن أن تأتي في صيغة present continuous. I believe he will pass the exam. أنا أعتقد أنه سوف يتجاوز الامتحان.